فيجب التحدث بالقانون بشكل قانون لإفادة الناس وتوضيح معلومة للناس، وأنا أحييكم على هذا. المستشار مجدي الأدوش تحياتنا له طبعا مرة ثانية. قال لومه كله على المحامين والناس أصحاب المنصات. لا صوتي مش مكتوم يا فندم ولا حاجة، بسلك صوتي معلش. والله يا فتح حياة ربنا لسه راجع من البحر والله فسامحوني. الهوا النهارده كان الجو في برد النهارده على البحر شويه. الله يحفظك. تمام. الله يبارك فيك يا حبيبي. عايز اقول له يا استاذ مجدي، ما حضرتك عملت ده اول حاجه، انت اول حد عمل ده، انت اول محامي انا شفته اعتليت المنصات يا فندم وعلقت على المحامين. لما حضرتك طالع زعلان ان المحامين بيعلقوا عليك او بينتقدوك او بيقولوا المفروض تعمل كذا او تعدل كذا، حضرتك عمل ده يا فندم في قضايا كتير جدا ممكن اعديها لك والفيديوهات موجوده. حضرتك علقت على ده واتكلمت. لو فاكر حضرتك الراجل بتاع الكنبه، فاكر حضرتك مره الراجل بتاع الكنبه والخلاف او النقاش الحاد او الانتقاد الحاد اللي كان مع المستشار الدكتور سمير صالح في قضيه هناء حتروش، وحضرتك برضه عدلت برضه على محامين المتهمين، وفي قضيه محمد عادل، وفي قضيه محمد عبد البديع اللي قصتها كبيره شويه. تمام. فحضرتك يا فندم عملت ده اقسم بالله، طلع علق بكل حياديه وبدون اي شيء، ولكن بجد حبيت اعلق التعليق ده واذكر اسمه كده بعيد عن كل شيء، ولكن ده مش معناه ان احنا تغاضينا عن حاجه، لا ده في لسه حقوق مع المستشار، في حقوق الناس يا فندم. تمام. فحضرتك يا فندم اول حد اتكلمت ده، فلما نتكلم مع المستشار في حاجه بالله عليك ما ننساش انفسنا، بلاش ندعو الناس او نامر الناس واحنا عملنا ده قبل الناس، ننهي الناس عن شيء الناس اصلا احنا عملناه، احنا اللي فتحنا المجال فيه. كان اول حد بشوف المنصات كان الوحيد اللي بيطلع من بدري ينتقد كل المنصات وينتقد كل المايك فيه يا جماعه، مش عارف كلكم تقول الصوت مكتوم، مش عارف المايك في ايه، وتنتقد كل المحامين يا فندم. انتقدت صوتك كويس يا ابو مصطفى. اصل الناس بيكتبوا تحت الصوت مش مظبوط. انا سامع صوتك كويس. يعني حضرتك انتقدت يا فندم، كان شغلك الشاغل اصلا لما كنت بتطلع على المنصات يا فندم او عملت منصه، كان طول شغلك اصلا ان انت حضرتك بتنتقد المنصات وبتنتقد المحامين تحديدا في كذا قضيه، وانا مستعد للمواجهه بده. تمام. يا ابو مصطفى اما الاول كان طلع عنده وهاجمه اداء المستشار نشأت عبد العليم في قضيه ولاء زايد، مواجهه مباشره، كان على منصتي وكان بيهيج الراي العام ضد اذا انت لما تنتقد اذا البثات موجوده. استاذه مروه في حاجه مهمه لازم نتكلم فيها. الراجل اتكلم باحترام وقال كلام جميل جدا، قال اتكلموا يا جماعه بس يا ريت في حدود الاحترام، في حدود المسموح لك فيه. اما انا بلوم او عندي لوم او له عتب على المحامين زمايله ان انتوا طالعين لا تنتقدني ولا تقول لي عدل ولا تعمل قيد وصف. طب حضرتك اللي عملت ده يا فندم، حضرتك عملت ده قبل كده، انت نسيت ولا يا استاذ مجدي؟ حضرتك اللي عملت ده كتير جدا والله العظيم. اظن انا بتكلم اهو، احنا مش بنقول ان انت عملت ده باسفاف ولا حاجه، لا بس حضرتك عملت ده اللي الناس اتكلموا فيه، ان قضيه معالي المستشار مطروحه على الراي العام، ليس حكر عليك حتى وان كنت المحامي الخاص او الموكل في القضيه او الوحيد، ليس حكر على حد ابدا، بما ان اي حد طلع يتكلم على السوشيال ميديا من حق اي حد ينتقده. وزي ما حضرتك قلت ما دام في حدود الادب والاحترام، وانا بايدك في هذا الكلام. تمام. موضوع الخلاف والتراشق ده هنتكنه خالص الوقت في الوقت ده زي ما قلت، لان دي حقوق ناس، دي حقوق ناس يا معالي المستشار، حسابها بعد الجلسه، في حساب بعد الجلسه في الكلام ده. لكن هنرد الوقت اللي حضرتك بتتكلم فيه يا فندم. حضرتك اول حد عملته باختصار، دي المداخله اللي كنت حابب اقولها للناس واطلع اقول له يا معالي المستشار مجدي الادوش، حضرتك اللي اول واحد بدات في انك تعمل ده يا معالي المستشار. وبعدين بجد في كام حاجه كده حابب اتكلم فيهم، بس مش حابب يكون في بث اخويا محمد عبد الجواد. وان كنا هنطلع نتكلم بالتلميذ او بالتهميس، اكيد حضرتك وحضرته وحضراتهم وحضره الكل عارفين ان محمود عنب عمره ما كان مبدأه ان هو يقول بالتلقيح او بالتلميح والكلام ده، بطلع اقول 1 2 3 وفلان باسمه. تمام. موضوع الغلط اللي صار على المنصات وموضوع الدنيا اللي صارت على المنصات وقله الادب اللي حصلت اللي مش عاجبه حضرته، عايز اقول لحضرتك اول حد عملت ده واول حد طلعت ثبت كل الناس. وانا مش هطول اكتر من كده عشان بس الموضوع ما يتحسبش ان الموضوع اتاخد في سياق، ولكن ده كان رد على البث كامل يا استاذ مجدي. موضوع المحامين اللي حضرتك بتنتقدهم يا فندم كلهم، حضرتك اول واحد عملت ده في قضيه مروه وفي قضيه اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، وكل قضيه حتى دخلتها عملت فيها ده قبل ما تدخلها.
عملت فيها ده قبل ما تدخلها. حتى القضيه اللي احنا فيها برضه، بما انك الوقت بتطلب، ما انت مش بتتكلم في مش من حقك تنظر، حضرتك نظرت يا فندم في بدايه القضيه، اقسم بالله العظيم نظرت على محامي القضيه اللي احنا بنتكلم فيها وغلطته، بل هاجمته وقلت ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ كان المفروض عمل كذا وكان المفروض عمل كذا. فازاي نفس الشيء اللي بنعمله بنطلب من الناس ما تعملوش يا جماعتنا؟ انا برضه برجع وبقول مش معنى كده اني بقول الناس تطلع تغلط، لا، الراجل قال بادب واحترام فانا برد عليه برضه، فاحنا برضه بنرفض الغلط والكلام ده. رغم ان عايز اكد واقول للاستاذ مجدي الادوش موضوع الغلط في المنصات ورد فعل المنصات والكلام ده، حضرتك اول واحد عملت ده وشتمت الناس كلها بالاجماع وركزت على اصحاب منصات، وكنت اتمنى لما تذكر بالاسماء، لكن حضرتك كان شغل بالتلميح، يعني مش هقول اكتر من كده. تحياتي ليك يا استاذ محمد، وتحياتي للمحترم الاستاذ ماجد صلاح ابن الاصول اللي تعلق في القضيه، اقسم بربي بادب واحترام لا شفته تعدى. وايضا المستشار المحترم محمد صفا والمستشار محمد عبد الجواد وكل المحترمين، المستشارين المحترمين اللي طلعوا معانا المنصات او اخواتنا مقدمين المحتوى، كل انسان اتكلم في قضيه بادب واحترام له منا كل احترام. ومره ومليون يا ساده برجع اقول بالله عليكم بلاش تظلموا انفسكم، وقبل ما تحكم بتعليق او براي او بكومنت شوف القصه جايه من بدايتها فين، علشان في خداع كبير جدا بيتنشر كل يوم والتاني. شوف مين بدا بقله الادب، ومين ما فيش على راسه بطحه، ومين ما فيش على راسه بطحه طلع قال عيب ونحترم نفسنا. لكن للاسف الشديد بجد شفت مشهد عمر ما كنت اتخيل انه يحصل من اشخاص بالشكل ده. عمري ما كنت اتخيل ان اخ فاضل محترم في عيش وملح راجل محامي ينتمي لنقابه محامين يطلع بهذا الشكل وينسى كل حاجه، وبعدين يطلع يطلب منك نفس اللي هو عمله، يطلع يستنكره ويقول لك ما يصحش منك. ما انت بدات يا اخو، بدات بشكل وحش قوي، واوعى تحسب الكل في سله واحده، عشان انت بتظلم نفسك اولا قدام الناس والقضيه هتخلص. ويمكن في كل قضيه شوف النهايات بتبقى عامله ازاي. اوعى تستعجل وتبص تحت رجليك زي كل مره، ما يبقوش الصغار اللي يعدلوا على الكبار، لان للاسف الموضوع بقى وسع قوي. تحياتي مستشار محمد عبد الجواد، اخت مروه المحترمه، الغالي المحترم مستشار ماجد صلاح، وكل الناس المحترمين اللي اتكلموا بادب واحترام في هذه القضيه. تحية معز احترام لحضراتكم، استاذنكم محترمين. تحياتي لاخويا فتحي الجوهر المحترم. السلام عليكم. حبيبي نورت يا ابو مصطفى، نورت.